المالوير أو البرامج الخبيثة زي الفيروس أو التروجان هورس أو حتى فيروس الفدية هي عبارة عن برامج أو سوفت وير ضارة بتنزل على الجهاز عندك بطريقة خفية من غير ما تاخد بالك أو حتى من غير موافقتك، وتقدر تسبب أضرار كتير جدا بالجهاز عندك. والبرامج دي بتتنقلك بطريقة سهلة جدا، للأسف كلنا ممكن نقع في الفخ بتاعها. زي إنك مثلا تدوس على اللينك أو رابط حد بعتهولك، فمجرد ما تدوس عليه يحمل برنامج خبيث على جهازك، أو إنك تروح بنفسك تحمل تطبيق أو برنامج من مصدر مجهول وتسطبه عندك على الجهاز، وفي الحالة دي أنت بتكون نزلت المالور بإيدك وسطبته على الجهاز من غير ما تاخد بالك. حتى ممكن تتنقلك عن طريق فلاشة USB. الفلاشة دي بتكون مصابة، وبمجرد ما بتوصلها بجهازك بتنقلك المالوير أو الفيروس على جهازك. البرامج الخبيثة أو المالوير ده يقدر يعمل إيه؟ البرامج دي تقدر توصل للداتا بتاعتي أو ملفاتي بدون موافقتي، فتقدر تمسح وتعدل وتشفر ملفات عندي. كمان تقدر تسرق المعلومات بتاعتي زي الباسورد وبيانات الكريدت كارد. ده غير إنها ممكن تقدر تعمل أكشن على الجهاز، زي إنها تفتح الكاميرا أو المايك، أو تبعت إيميل، أو تفتح المتصفح، أو حتى تهاجم أجهزة موجودة تانية على الشبكة.